فاجعة اللي وقعت في المحمدية. الام قتلت الابن ديالها وبالضبط في حي كولين. اش هاد الشيء اللي وقع؟ جريمه اللي ما كتدخلش للعقل، كما كيقولوا قتلاته داخل الفيلا ديالها وبطريقه اللي عنيفه. ولكن شنو هما الاسباب وتفاصيل الجريمه؟ خليكم معنا باش تعرفوا اشنو وقع. وما تنساوش كيف ديما ديروا لنا جيم واشتركوا في القناه وخليوا لنا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. كما يقال ويشاع ان الابن اللي قتلته الام ديالو داخل الفيلا الخاصه بهم باقي شاب، يلا كيبلغ من العمر 19 سنه فقط. السؤال اللي مهم هنايا، شنو وقع في ديك اللحظه ما بين الام والابن ديالها حتى تتحول الامومه الى تلك الوحشيه؟ كيفاش القلب ديال الام قدر يطاوعها وتقوم بهذا الفعل بضرب الابن ديالها بعصا بيسبول ومن بعد ضربه بسكين اللي يمكن الضربه جات في منطقه القلب، نيشان اللي يمكن هي اللي ثبت في الوفاه. ولكن الاغرب من هذا الشيء كامل هو ان الام ما هربات، ما تخبات، ما حاولت تخبي اثار الجريمه، ولكن من بعد حوالي ساعه من وقوع الجريمه كما يقال مشات سلمت راسها لمصالح الامن الوطني. وهنا فين كاين الاستغراب ديال القضيه، ان الام مشات سلمت راسها. واش هو اعتراف بالفعل اللي ما قدراش تستحمله، او لا شعرت بالندم على شنو دارت في الابن ديالها؟ خصوصا ان الجميع ديال الجيران في حاله ذهول، لانهم كيأكدوا ان الابن كان من اطيب خلق الله، شاب له سيره وسمعه طيبه بين الجيران. حتى شي واحد ما متيق ان الام يمكن انها تنهي الحياه ديال الابن ديالها بهذه الطريقه. فين هي الامومه؟ فين هو الحنان؟ فين هو داك منبع الحنان اللي اي طفل او اي بنت كيجري يتخبى في الحضن ديال الام ديالو؟ حتى ولينا في واحد الزمان لان الطفل يولي يخاف حتى من الام ديالو. وسط هذا الحزن والدهشه ديال الجميع كل شيء كيردد غير سؤال واحد، هو اشنو وقع وراء الجدار ديال تلك الفيلا ديك الليله؟ هل كانت الام كتعاني من مرض نفسي او عقلي؟ هل كان خلاف مستمر ما بين الابن والام ديالو اللي ادى لهذه الجريمه، او لا غير فقط لحظه غضب وشعلت نار اللي ادت الى وقوع جريمه؟ كل هذه الاسئله سيكون لها جواب بعد التحقيقات ديال الامن الوطني ان شاء الله. فشاركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد، وكيف ديما خليوا لنا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم في هذه القضيه. نتلاقاو في قضيه جديده ان شاء الله.